أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلقة نقاش على قناة المستقلة من لندن. نخصص حلقة اليوم لنقف فيها موقف تأملي في الثورة الجزائرية، ونستخلص منها الدروس والعبر، ونقيم ما أنجزته الجزائر بعد الثورة. للحديث في هذا الموضوع صديق معي في الهاتف، صديق معي هنا في الاستوديو، السيد نصر الدين الحامدي، ممثل جمعية العلماء المسلمين في بريطانيا. أهلا بك سيد نصر الدين. تعودنا على استضافة بعض الضيوف في الهاتف. السيد نصر الدين، اليوم تصادفنا ذكرى ثورة أول نوفمبر، الثورة الجزائرية التي شهد لها العالم كله بأنها من أروع وأعظم الثورات في القرن العشرين. في البداية، ما هي أهم العبر والدروس التي تتبادر إلى الذهن في ذكرى اندلاع الثورة، ثورة الفاتح من نوفمبر؟ بارك الله فيك. ببدء أشكر قناة المستقلة لهذه الوقفة الطيبة مع ثورة نوفمبر المباركة، كما أحيي الشعب الجزائري بهذا اليوم الطيب المبارك. نعم. الأمر الثاني هو بعد التحية لكل الإخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلا شك أخي توفيق أن قبل أن نتطرق إلى الأهداف نتطرق إلى أسباب قيام هذه الثورة المجيدة. فكما نعلم أن الاستدمار الفرنسي وما صنعه في الشعب الجزائري من تقتيل ومن تشريد ومن تجهيل ومن القضاء على هويته وعلى شخصيته، وبعد المجازر التي ارتكبت كما نعلم في هذا مسار الاستعمار البشع من سنة 1830 إلى غاية اندلاع الثورة، كانت هناك محفزات وكانت هناك مبررات وكانت هناك أسباب التي يجب أن تقوم هذه الثورة المباركة. وفعلا أن للجزائر شباب في ذلك الوقت، وطبعا إذا قلنا ثورة نوفمبر إنما هي الثورة أو المحطة الكبرى التي انضم إليها أو انتفض فيها كل الشعب الجزائري وبدون استثناء، لأن من قبل كانت هناك محاولات وكانت هناك ثورات، ولكنها كانت محدودة وكانت متفرقة هنا وهناك. فبلا شك أن الثورة لم تلد هكذا، بل كانت هناك جهود لرجال، كان هناك عمل مستمر لكذلك أناس بعدما عانوا من ويلات هذا المستعمر أو هذا المستدمر. في آخر المطاف نفخت الثقافات التي كانت تتمثل أو يمثلها رجال من أمثال ابن باديس ومن أمثال رجال الجمعية ككل، العقبي وكذا رجال الجمعية. نعم. فهؤلاء نفخوا في روح هذه الثورة ووقع ما وقع. طيب، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا. الكثير من المشاهدين العرب لا يعرفون هذه الحقائق أو يجهلونها. الاستعمار كان في 1830، يعني وبعد قرن و26 سنة بالضبط، قرن وربع، اندلعت الثورة الجزائرية أول نوفمبر، في الأول من نوفمبر 1954. قبل ذلك كانت هناك ثورات، ثورة الأمير عبد القادر، ثورة بوعمامة، ثورة المقراني، ثورة ولاية سيدي الشيخ، وغيرها من الثورات التي شهدتها ربوع الجزائر. ما الفرق بين تلك الثورات
التي تواصلت على مدى أكثر من قرن على أرض الجزائر مقاومة للاستعمار، وبين الثورة من فاتح نوفمبر. ما الفرق بينها؟ لماذا تلك الثورات لم تؤتي أكلها؟ ثورة الأمير عبد القادر مثلا ظلمت 15 سنة وغيرها من الثورات، بينما ثورة نوفمبر نجحت. نعم، طبعا كما قلت لك الأخ توفيق أن الثورات لم تتوقف. منذ أن دخلت فرنسا الجزائر كانت هناك مقاومات، ولكن هذه المقاومات كانت محدودة وكانت متفرقة ولم تكن شاملة. أما ثورة نوفمبر فكانت شاملة محددة جغرافيا، وحددت أولا شاملة. إذا قلنا شاملة، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا كانت هناك ساعة الصفر للانطلاق هذه الثورة. هذا هو الفرق بين هذه الثورات وبين الثورة الكبرى ألا وهي أول نوفمبر. ومن هذا المنطلق نحن نستطيع أن نسرد تاريخيا أن معروفة بمجموعة 22 التي اجتمعت لهذه أو لتدعيم أو لتعلن انطلاق هذه الثورة، وكان ذلك في الأوراس كما نعلم في منطقة باتنا بالجزائر. فاجتمعوا نعم في الشرق الجزائري، فاجتمعوا طبعا ليحددوا ساعة الصفر لهذه الثورة الطيبة المباركة. وأذكر يعني طبعا أنت تعلم، وخاصة إذا كان عمل بمثل هذه الضخامة، هي إعلان ثورة على مستعمر غاشم، مستعمر له إمكانياته، له مادياته، له جيوشه. كان هناك مترددون، هذا كما يذكر التاريخ، ونذكر هذا الموقف والرجال كما تعلم مواقف. يقال بأن كان هناك تردد، وضرب من بين هؤلاء السي طيب الوطني، واللي هو كما نعرفوه بوضياف الله يرحمه، ضرب على الطاولة وقال لهم قولته المشهورة التي نرددها ونعرفها: إنني سأعلن الثورة ولو كنت وحدي أو مع قردة الشفة. هذا يدل على شيء. منطقة نعم من مندية نعم في الجزائر. فهذا يدل على شيء، إنما يدل على أنه حفزهم، لأنهم كما تعلمون كان هناك تردد، كواحد يقول نقيموها، واحد يقول متى تكون، واحد يقول كيف تكون، واحد يقول أين هي الوسائل. ولكن طبعا كان هناك رجال، فكانت الشرارة. ثم مما يروى كذلك أنهم انطلقوا في الولاية الأولى واللي هي منطقة باتنا، لم يكن عندهم سلاح إلا 12 قطعة سلاح. تصور بلدك سيد 12 فيها رشاشات قديمة، وما عداها إنما بنادق صيد أو عصي أو هروات وما إلى ذلك. أما الناحية الخامسة قبل مؤتمر الصمام هي الغرب نعم، اللي كان على رأسها بن مهيدي رحمه الله، لم يكن عندهم ولا قطعة سلاح. فتصور يعني هنا عزيمة الرجال، يعني انطلقوا. وكان من ها هنا نرجع للسؤال تاعك، هذا من بين الأهداف الثورة الجزائرية، هو أن الإنسان لابد أن تكون له ثقة بنفسه. الثقة بالنفس، ما يعقرش نفسه. حتى هؤلاء لو قالوا خلاص فرنسا كيف نستطيع أن نحارب فرنسا، وفرنسا لها أسلحة، وفرنسا لما أدري شو، لا، إنهم اتكلوا على الله سبحانه وتعالى، وعرفوا أنفسهم أنهم على حق، وأنهم أصحاب قضية عادلة، وأن هذا المستعمر إنما هو غاشم ظالم، عليهم أن يحاربوه ولو بالعصي. هذا شيء. الشيء الثاني مما يروى أن ابن باديس رحمه الله أتاه أحد القادة الفرنسيين وقال له: كيف تريدون أن تحاربوا فرنسا ولفرنسا مدافع طويلة؟ فقال له مبتسما: لنا مدفع أطول. فقال له: كيف؟ أين هذا المدفع؟ قال له: ولا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني كانت هناك ثقة، والثقة هذه إنما أوتيت من العقيدة. ولهذا نقول ونؤكد، وهذا ما قلته لكم في البداية، أن جمعية العلماء هي التي نفخت الروح في الثورة الجزائرية. وإذا رجعنا للتاريخ، فأول كلمة انطلقت مع أول رصاصة كانت الله أكبر مدوية في
في جبال الأوراس. إذا لأن الكثير للأسف يقولون بأن الجمعية العلماء لم تشارك في الثورة، لا، بل شاركت، بل هي التي نفخت الروح. بل أن ابن باديس رحمه الله عندما استقبل المصالح الحاج، معذرة أكمل هذه الفكرة، فقال له تكلم، قال له ابن باديس أجابه، قال له أنا أبني بناء، وهل هذا البناء يحتاج إلى سقف أم لا؟ يعني يقصد بالسقف هو الاستقلال، وهو الثورة، وهو طيب. أن نخرج هذا المستعمر. يعني ذهبت بنا إلى جمعية علماء المسلمين، أو عدت بنا، لأن نعم. جمعية علماء المسلمين تأسس في عام 1931، يعني في تقريبا بعد مضي حوالي قرن على دخول الاستعمار، والاحتفالات التي كانت تجرى آنذاك من قبل الاستعمار بأنهم يعني وطدوا يعني أرجلهم أو ثبتوا أرجلهم في أرض الجزائر، لأنه كان استعمار استيطاني كما تعلم. لكن الآن الحديث عن الثورة الجزائرية، هناك من يقول لك الأخ نصر الدين أن الثورة الجزائرية عندما انطلقت لم تكن فيها إيديولوجية ولم يكن هناك أي شيء، كان هناك إيمان حقيقي بالله، الله أكبر ما إلى ذلك، وكان هناك إيمان بالقضية أيضا، وكانت تضم في طياتها كل الإيديولوجيات والتيارات كانت متعايشة آنذاك. نعم. بدليل أن هناك داخل من أعلنوا الثورة هناك، أنت تكلمت عن محمد بوضياف، يقال أنه يساري، يعني توجه، تكلم على العربي بن مهيدي مثلا، أو حسين أيت أحمد كذلك نوعا ما وطني يساري، ليس يعني كلهم كانوا على أحمد بن بلة قومي، يعني ليس على إيديولوجية أو توجه واحد، لكنهم اتحدوا واتفقوا على خوض غمار الثورة. نعم، وهنا عظمة الثورة الجزائرية. وهنا نرجع للسؤال تاعك الأول، يعني شو الفرق بين الثورات الأخرى والثورة الجزائرية؟ لأن الثورات الأخرى مثلا كان الأمير عبد القادر مثلا في الغرب، وأبو عمامة وما إلى ذلك، ولكن هذه الثورة من يعني الأمور التي تحسب لها لا عليها هي أنها جمعت الجميع. ونحن نعلم القول المشهورة تاع بن مهيدي، يعني عندما قال لهم اخرجوها للشارع يحتضنها الشعب، ففعلا الثورة الجزائرية احتضنها الشعب، لأن كان لهم هدف واحد وهو الاستقلال تاع الجزائر. لأن كل بيت وكل فرد في ذلك الوقت إلا وعانى من ويلات الاستعمار، إلا وعانى من الظلم، إلا وعانى من الفقر، إلا وعانى من الجهل، إلا وعانى من المرض. وكانت يعني عندما انطلقت فعلا انطلق هذا الشعب ليضرب بيده الرهيبة، وكان شعاره النار ولا العار، المنية ولا الدنية، المهم أنني أعيش عزيزا أو أموت شهيدا. هكذا كان النظرة، أو كانت نظرة الشعب الجزائري للثورة الجزائرية، وشارك فيها الجميع وبدون استثناء، شارك فيها كل من قال أنا جزائري، هذا للأمانة وللتاريخ. ولكن أن يأتي أحد ويقول بأن مثلا الإسلاميين، وفي ذلك الوقت كانت ممثلة في جمعية العلماء، أنهم يشاركوا في الثورة، فنقول له ليس كذلك، نقول له الحقيقة والواقع بالعكس. كل الشعب الجزائري شارك في هذه الثورة المباركة، وكل الشعب الجزائري نجح هذه الثورة. يقول لك ربما هناك رجال في التاريخ الجزائري مثل مصالح الحاج، وهو أحد الرجال السياسيين المعروفين هذاك، يقول لك أنه من التوجه الإسلامي نوعا ما، ولكنه لم يشارك هذاك. نعم. ربما هناك قزم هذا الناحية أيضا، أنه لم يؤيد الثورة الجزائرية. بالمقابل هناك البشير الإبراهيمي وغيره من الشيوخ الأفاضل في جمعية العلماء المسلمين كانوا مؤيدين للثورة. يعني لا يمكن الحكم، ونفس الشيء بالنسبة للتيار اليساري أو التيارات الأخرى. والله يا أخي، هذا في أي حركة وفي أي ثورة لا بد وأن يكون هناك من يتردد، ولا بد أن يكون هناك من يكون حسابات من له رأي. نعم. نعطيك مثال. كان هناك من كان يقول فرنسا آنذاك، وما أدراك ما فرنسا آنذاك، يعني قوة كبرى في الحلف الأطلسي، خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، فلا نستطيع أن تعرف مشروع مارشال والدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لفرنسا، وكيف يعني آنذاك يعني لم يكن هناك، مضى على استعمار الجزائر أكثر من قرن ربع،
يعني قرن 25 سنة، من قليل جدا من كان يعتقد أو يظن بأن الجزائر يمكن أن تتحرر. نعم، وهذا من المثبطات في ذلك الوقت. طبعا كما قلت لك هناك أفكار، هناك من يقول مثلا أن الشعب الجزائري لم ينضج بعد أن يخوض ثورة، هناك من يقول كما قلت لك ما عندناش ماديات وما عندناش وسائل لكي نجابه هذا الطود الأشم نتاع فرنسا كما قلت اللي انتصرت في الثورات واللي عندها طيارات واللي ما أدري شو. طبعا موجود هذه الأقاويل، ولكن الحقيقة التي لا نماري فيها فعلا أنها انطلقت، وفعلا أنه كان هناك رجال، وربنا سبحانه وتعالى يقول ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هناك عبرتين أو حقيقتين. نجاح الثورة الجزائرية مرتبطة بمثلا عنصرين ممكن نستخلص منهم عبرتين. أول الإيمان بالله عز وجل، ثانيا الإيمان بالقضية، وربما ثالثا أيضا هي الوحدة بين أبناء الوطن كله. نعم، ليس هناك ايديولوجية ولا ليس هناك حسابات. يعني جئت وعفت. هذا هو الأشياء التي ربطت الثورة الجزائرية. هي أولا وضوح الهدف، هدفنا هو استخراج المستعمر. ثاني شيء نحن مؤمنين وهؤلاء كفار، هؤلاء ظلمة، هؤلاء طيب لا القضية نعم فهمك. نعم. القضية الآن يعني مش قضية فقط يعني أن تتعرف أن الثورة الجزائرية لم يكن فيها هناك يعني كان المنطلق هو الله أكبر، كذلك يعني الإسلام هو دين الجزائر وما غير ذلك، لأن كان عنده بعد ثقافي أو حضاري على ذاك. هناك قضية أخرى، قضية تكلمنا عن قضية الوحدة وقضايا أخرى، لكن ما هي القضايا الأخرى التي يمكن أنت الأستاذ نصر الدين يمكن استخلاصها أيضا كعبرة أو شيء؟ هاي بارك الله. من بين العبر أولا مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر. يعني هذا الليل الاستعمار طويل، أتى له وقت وأن انجلى، أتى الوقت وإن دخل الصبح. هذه أول شيء. الشيء الثاني هو أن إرادة الشعوب لا تقهر. هذا كذلك أمر مهم جدا، أن إرادة الشعوب لا تقهر. الشعب الجزائري من كان يتصور أنه يستطيع أن يخرج كما قلنا فرنسا، ولكن بإيمانه بالله أولا، ثم إيمانه بقضيته ثانيا، ثم إيمانه على أنه على حق. فهنا بلا شك عندما اجتمعت هذه العناصر كلها أرادت أو اجتمعت لتولد أو لتلد الفكرة، ألا وهي الثورة الجزائرية المباركة التي انطلقت في أول نوفمبر في ليلة غراء، ليلة طيبة، ليلة حولت التاريخ الجزائري وولدت الجزائر من جديد. طبعا إرادة الشعوب لا تقهر في حالة ما إذا توحدت كلمتها وتكاتفت في التضحية وفي النضال على واجتمعت على قضية على كلمة واحدة. نعم. لأن الجزائر كلها آنذاك تحركت، لم يكن هناك في الشمال ثورة وهناك ربما خمول أو استقرار في جهة معينة. نعم. أنت ذكرت جمعية العلماء المسلمين. جمعية العلماء المسلمين التي تأسست في 31/900 ميلادية. هل توجد أي صلة روحية أو فكرية أو سياسية بين جمعية العلماء المسلمين التي أسسها الشيخ عبد الحميد بن البديس وثورة الفاتح من نوفمبر؟ نعم أخي، وهذا ما قلته لك. أعطيني أمثلة على ذلك. مثلا قلت لك بأن أصلا عمل الجمعية في هذه السنين إنما كان يصب في هذا الإطار، في توعية الشعب، في إدراك الشعب بأن الجزائر ربما كانت جمعية العلماء المسلمين يقتصر دورها على تعليم الناس مثلا اللغة العربية، كذلك ربما تعليم الإسلام وما إلى ذلك. وهذا هو وهنا القنبلة التي انفجرت فيما بعد. لأن عندما تعرفني بأنني أنا مسلم وهذا الذي يأكل خيرات بلادي أتى من وراء البحر،
عندما تعلمني على أنني أنا إنما هذا وطني وهذا ترابي وأنا قطعة منه، وهذا أتى لص سارق من بعيد. هكذا كانت الجمعية. وهذا ما قلت، ضربت لك مثال عندما سأل مصالح الحاج بن باديس قال له إنما البناء يحتاج إلى سقف، وهذا كلام واضح. ثم أن ابن باديس في قصيدته لنعرفوها كان إنما يا نشو أنت رجاؤنا وبك الصباح، ويقصد هنا الإعداد. نعم الإعداد. كانت نظرة بعيدة. نظرة بعيدة، نعم، نظرة بعيدة المدى. هي تكلم الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في أحد حواراته على أن الشيخ البشير بن إبراهيم، الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله، وهو أب وزير الداخلية وزير الخارجية السابق الجزائري الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، كان الشيخ الإبراهيمي يعني عبد البشير الإبراهيمي كان يناب على أو خلف الشيخ بن باديس يعني أسس عدة مدارس عبر كل التراب الوطني. نعم، وهذه من بين النقاط ربما التي لم يعني مهمة جدا في هذا. نعم، أسس كانوا هما أصلا كان هناك بناء. عندما نقول بناء على كل المستويات الثقافية، المستوى تعرف ليعرف الشعب بأن هذا عدوه، ليعرف الشعب بأنه مظلوم، بأنه محظور، بأنه يجب أن يخرج هذا الظالم، هذا الغاصب، عنده حق. هذه كلها تدخل في ضمن التعليم. وهذه تدخل ضمن الأهداف التي كانت قد قامت عليها جمعية العلماء المسلمين. ويكفي أنها أتت بعد كما قلنا 100 سنة لتقول لفرنسا نحن هنا، وأن شعب الجزائر مسلم، وأن إنما أنت دخيلة، إنما أنت سارق، ويأتي يوم لينكشف هذا السارق، ويأتي يوم لترد الأمانة إلى أهلها. هكذا كانت تعمل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. كانت تيقظ الشعب، وبلا شك ثورة ما فيهاش يقظة فكرية فطبعا محكوم عليها الفشل ومحكوم عليها الإعدام. فكان هناك أنهم كلهم، وأقصد الشعب الجزائري، تفطن على أن هذه فرنسا إنما هي دخيلة، إنما هي مستعمرة، فلا يجب أن ترحل وتفرح. حابت مجهودات أو مجهود الاستعمار ومسائل الاستعمار لمسخ الهوية العربية الإسلامية للجزائر. هناك أيضا يعني من بين رجالات الثورة الجزائريين العظام الذين يذكرون التاريخ يوجد مثلا العقيد محمد شعباني رحمه الله، وهو خريج جمعية العلماء المسلمين، وهو كان قائد الناحية السادسة في الجزائر في الصحراء، وعرف آنذاك بأسد الصحراء. غيره، هل أنت بما أنك عضو في جمعية العلماء المسلمين هل تعرف شخصيات من الثورة الجزائرية، من قيادة الثورة الجزائرية، هم يعني خريجي جمعية العلماء المسلمين؟ طبعا يا أخي، إذا قلنا جمعية العلماء فالكل يتشرف أن يكون من جمعية العلماء. الكل إن لم يكن درس مع الجمعية فهو عضو في الجمعية. وهذا بالعكس، يعني تذهب إلى أجدادنا وإلى يعني الكبار منا إلا ويقول لك كنت منخرطا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. فالجمعية في ذلك الوقت كانت هي الأم، هي الحاضنة، هي إن صح التعبير المرجعية للشعب الجزائري، هي اللي يأخذوا منها الدين تاعهم ويأخذوا منها الأفكار، وهي التي كانت بمثابة تنفخ الروح في الجزائري لتقول له أنت على حق، وإنما هذا جهاد وهذا مستعمر، وعليك أن يكون أمرك لله، وعليك أن تعلي كلمة الله. هكذا، نعم، هكذا كان الشعب الجزائري، وكان من ورائه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وهذا ما قاله التاريخ وما تحققه كل الوقائع. ربما أنا بصدد البحث عن ناس مثلا أمثال العقيد محمد شعباني رحمه الله لأنه مهم جدا هذا في التاريخ. أنا نعرف مثلا هناك قادة كذلك أو مناضلين سياسيين معروفين، وقادة حتى بعد الاستقلال مثل أحمد طالب الإبراهيمي وغيره، يعني كانوا من خريج جمعية العلماء المسلمين، وهم الذين يعني ساهموا بقسط يعني ملحوظ في الثورة الجزائرية. لهذا سألتك. لكن حتى الآن ما زال غموض في هذه النقطة، أظن أنها تحتاج إلى بحث. نعم، يعني معرفة القادة الذين، أنا لست أدري إذا كان العبد بن مهيدي كذلك
رحمه الله، وكان الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود أمام الاستعمار، حينما يعني رغم التعذيب والقسوة التعذيب حينما ألقي عليه القبض صمد وثبت أمام الاستعمار، وقال عنه أظن بيجار بأنه لو كان لدي ثلة من أمثال هذا الرجال احتلت العالم كله. نعم. هذا العرب بن مهيدي، والكثير من العرب لا يعرفون العرب بن مهيدي وغيره من الرجال الأشاوس الأبطال في التاريخ الجزائري. نعم. الأستاذ كذلك الحامدي، الثورة يعني إذا تحدثنا حققت الحرية والاستقلال للجزائر، ما هي الأهداف والأهداف التي كانت منشودة من الثورة الجزائرية وما زالت إلى غاية يومنا هذا لم تتحقق بعد؟ طبعا بلا شك كما قلنا الثورة وحتى إعلان تاع نوفمبر كان مبني على دولة جزائرية في إطار المبادئ الإسلامية، هكذا كان. وللأسف نقولها بكل مرارة أن هناك الآن في الجزائر من يريد أن يخرج الجزائر عن هويتها وعن عروبتها وعن إسلامها. هذه تقال للتاريخ، يريد أن يطمس الهوية ويطغي على الجزائر ويرجع الجزائر إلى الاستعمار. طبعا تحقق بلا شك، تحقق كما قلت حرية الأبدان، ولكن في اعتقادي هناك تحرر ناقص، لأن ما زالت هناك تبعية ثقافية للأسف، كانت هناك ما زال هناك تبعية اقتصادية للأسف. طيب نتكلم عن التبعية الثقافية ثم نعم. أنتم في جمعية العلماء المسلمين مثلا في وقت الاستعمار، حينما كان الاستعمار هو الذي يحكم الجزائر، تحركت وقامت بدور فعال، وتقول أنت من أن ثورة أول نوفمبر هي أيضا يعني ممكن أن نقول بأن هي نتاج عمل جمعية العلماء المسلمين بعد الثورة. لماذا بعد الاستقلال في جو الحرية والاستقلال لماذا لم تقم جمعية العلماء المسلمين بالدور الذي كان مفروض أن تكمله أو تواصل تستمر فيه في الجزائر مثلا؟ أخي توفيق، أنت تعلم أنت جزائري الحمد لله بأن الجمعية حلت مباشرة بعد الاستقلال، حلت يعني قضي على أفراد اللي كانوا فيها، من شرد ومن وضع تحت الإقامة الجبرية وضع، وعلى رأسهم الشيخ البشير إبراهيم مات وهو تحت الإقامة الجبرية. ثم أن في عهد أحمد بن بلة، في عهد أحمد بن بلة 1964. نعم. فهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن عندما خرجت بلا شك الجزائر منتصرة من هذه الثورة أو هذا الحرب، كان هناك من ينظر للجمعية على أنها حزب سياسي. إذا انتقلت الجزائر من الوحدة بين أبنائها وقادتها إلى خلافات ربما مبنية على أساس السلطة أو المسؤولية الأيديولوجية. فطبعا أقصوا في ذلك الوقت إلى حد ما. لا هذه هي الحقيقة. إلى حد ما. نعم إلى حد ما أقصوا الجمعية، ولكن بقت طبعا الرجال بقوا يعملوا في الخفاء، بقوا يعملوا في السر وفي العلن، ووصل إلى حتى وصلنا إلى التسعينات، وهذه كلها كانت جهود نتاع ناس يعملون بالجامعات يعملون. طيب هناك من يقول لك أستاذ نصر الدين مثلا نتكلم عن طمس الهوية، وذكرت هذا ربما هناك جناح أو تيار في الجزائر أو ربما أشخاص يعني متضررين من الدخول العربية، لأن تكوينهم كله باللغة الفرنسية، موجودين في الجزائر. إطارات وزارية عندهم يحتلوا مناصب مهمة ولا يعرفون ولا يجيدون العربية. بالمقابل هناك من يقول لك هناك مساعي حثيثة ويشهد لها حتى القريب والبعيد بأن الجزائر قامت بدور فعال في مسألة التعريب مثلا. الجيل القادم في الجزائر هناك من يقول لك نحن مقبلين على عهد يعني الجيل كله معرب، يعني حتى أن الجيل الذي يعني معروف بأنه درس في وقت الاستعمار حرم من تعلم اللغة العربية، الآن هو في طريقه إلى حتى إلى يعني لم يبقى له مجال، هم كبار السن الآن، جيل الآن أجيال جديدة قادمة. نعم أخي، نحن عندما نقول لابد أن نذكر مساوئ ونذكر محاسن، لا نأخذ بالجملة أو نرد بالجملة. نقول في جزائر الاستقلال نعم
كان هناك أدباء، كان هناك شعراء، كان هناك مؤلفين، وهم يعني عندهم مكانتهم العالمية في الأدب. هذا لا نقول بأن خلاص بعد الاستقلال الجزائر صبحت فرنسا، لا، ولكن أقول لك كاين هناك من هو يحارب اللغة العربية، كاين هناك أبناء فرنسا الذين لا يريدون للجزائر أن تكون الجزائر لأبنائها، وهذا للأسف هذا هو الصراع الآن اللي راه قائم في الجزائر. هذه الحقيقة لابد أن لا نقفل هذه الحقيقة. كان قائما ولا يزال لا يزال. أنا لا أعيش في الجزائر صراحة، ولكن أنا عفوا أنا أعطيك أمثلة. اسمح لي. أنا درست في الجامعة الجزائرية، درست في الإعلام إلى غاية الماجستير مثلا 6 سنوات هناك. الشيء الذي لاحظته أن حتى الأساتذة، وأذكر منهم يعني لا أساتذة معروفين ومشهورين نوعا ما، هم أغلب تكوينهم مثلا بالفرنسية، ولكنهم كانوا يقومون بمجهودات حثيثة لتقديم الدروس عندنا باللغة العربية. إبراهيم براهيمي غيره، يعني ناس معروفين في قانون الإعلام وغيره. وكان يعني حتى أن الجامعة الإعلام مثلا كله عربي في الجزائر. أليس هذه حقائق؟ نعم. الجامعة الجزائرية أنا لم أنكرها يا أخي، وإنما قلت لك تصور الدستور الجزائري ماذا يقول؟ يقول اللغة العربية هي اللغة الرسمية، هكذا ولا لا؟ أنا مثلا نعطيك أمثلة بسيطة مما وهذه شائعة وكتبوا عليها وذكروها. يأتي سفير ألماني في عقد من العقود يحتج عليه. لماذا؟ شو السبب؟ السبب أنه مكتوب بالفرنسية. قال لهم لماذا لا تكتبوا لي العقد بالعربية؟ سفير ألماني. يأتي أفواج من الصين لشركات يحضرون بل يتعلمون هؤلاء الصينيون العربية، في آخر المطاف يتقدمون إلى الجزائريين واللي يديروا معهم لا يفهمون العربية. تصور يعني هناك ازدواجية يا أخي للأسف. مفاصل الدولة هذه من بين بعض النقاش الموجودة. لا للأسف رحت المسؤولين كلهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى تجده يتكلم بالفرنسية. فلا أدري. نعطيك مثال هنا في لندن في زمن أحمد عطاف كان سفيرا هنا. عرضنا هنا وقالنا باش نسمعوا في رئاسيات ولا أدري مرت، ففجأة فاجأني أنه يتكلم بالفرنسية. حتى تدخلت وقلت له يا أستاذ إني بحثت عن الفرنسية لمقعد ولم أجده. قال لي كيف؟ قلت له كيف؟ نحن على الأقل تتكلم بالإنجليزية، أنت في الإنجليز. طيب فما دخل وأنا أعلم أنه يحسن العربية جيدا وأمثاله يحسنون العربية. إذا كان هذه الأمثلة أخي. نعم. ربما معك الكثير يوافقك إلى حد ما. هناك بعض الشخصيات تجيد العربية وتتكلم بالفرنسية، تلك الشخصيات يلقى عليها اللوم. لكن في حالة ما إذا كانت الشخصية هذه تكوينها كله باللغة الفرنسية، يعني من الطبيعي جدا أن تتكلم باللغة الفرنسية لأنها يسهل عليها الأمر لتم إيصال رسالة مثلا. نعم أخي شوف، احنا لاحظنا الأمين زروال في وقته عندما رئيس الجزائر السابق عندما كان مرسوم أنه يفرض اللغة العربية على الجميع في الإدارة وفي البرلمان. كنا نرى البرلمانيين والله يتكلم العربية، يعني يحاول وينوض ويطيح والكل يضحك عليه، ولكنه يوصل فكرته. لماذا؟ لأن فيه قانون كان مؤخذ بجدية. بالعكس تطورت الأمور. من بينهم هذه الذي الآن موجودة في وزارة الثقافة، مسعودي، خالد مسعودي، كانت ما تعرف العربية. الآن لماذا تتكلم بالعربية؟ من بينهم هذا شو اسمه، يعني كثير أمثلة كثيرة، ما بذكرش الأسماء، ولكن كان أشياء جيدة. نعم أشياء هذه كلها تدل لو كان فيه قوة قانون. الآن أنا قلت معذرة خلينا نكمل الفكرة لأنها مهمة جدا. لو كانت فكرة قانون ثم بعد ذلك انتكس الأمر في وقت بوتفليقة. ليش؟ الرئيس المحترم بوتفليقة لأنه هو قالها على الجميع، والجميع يشهد والجميع سمعها وفي التلفزيونات وفي كل. قال بأن هذا مجلس اللغة العربية بعث لي رسالة وقال يتكلم بالعربية. هكذا قالها والجميع يعرف هذا. إذا كان رب البيت للطبل ضاربا فلا تلومن الصبي إذا رقصوا.
فيأتي بلا شك، يأتي الوزير ويأتي المدير يتكلمون كما يتكلم الرئيس، علما أن بوتفليقة يفهم ويتكلم اللغة العربية جيدا. العربية يعني تمثل الهوية الجزائرية، يعني هي جزء من الهوية الجزائرية، لهذا لابد أن الإنسان هي مثل النقود، عندها علاقة حتى بالسيادة الوطنية، يعني السيادة بشخصية الإنسان. هل رأيت بربك، هل رأيت أي رئيس من الرؤساء يمشي كضيف يتكلم وهناك نقطة مهمة تكتب للراحل بومدين رحمه الله، أول من خطب باللغة العربية في هيئة الأمم المتحدة، وكان بشهادة إبراهيمي كان وزير خارجيته، قال كان يفهم الفرنسية جيدا ولكن لا يتكلمها، ودائما كان يرافقه ترجمان. لماذا؟ لأن هذا الرجل يحترم نفسه، يحترم شخصيته، يحترم يعني هويته. الأمس القريب الأخ معي أخ زميلي يحكي لي على قصة مشى الجزائر في هذا الصيف، تصور ملأ هذه الورقة الاستمارة ملأها بالعربية، الشرطي هذا ولا الجمركي رماها في الأرض، قالوا لها بالفرنسية. طيب أنا شخصيا ننزل الجزائر نمليها بالعربية، وليس هناك لا الحمد لله لم يكن الكل، ولكن كاين هناك ربما البعض تتكلم عن بعض، للأسف البعض هذول اللي عندهم كما يقولوا شادين مفاصل الدولة. تكلمنا عن العربية. اللغة العربية التي هي جزء من الهوية الجزائرية، والتي دافعت الجزائر من بين الثورة الجزائرية أول نوفمبر، ليس فقط من أجل استرجاع الهوية الجزائرية لا نحن تكلمنا عن النقائص من بين النقائص لكن هذه الحالة يعني تقييمنا هناك إيجابيات أيضا بلا شك. لا في اللغة العربية. نعم. هناك الجامعات يعني معاهد جامعات. أنا قلت لك يا أخي عندنا فطاحلة في اللغة العربية، عندنا أساتذة، عندنا شعراء، عندنا فنانين ما شاء الله. يعني نحن الحق أحق أن يقال وحق أن يتبع. طيب خلينا من الجانب الاقتصادي، الجانب مثلا الجزائر حتى الآن بعد مضي أكثر من 50 سنة على استقلالها إلى حد الآن ما زالت حتى الآن يعني ما عندها حتى يعني الصناعة تاعها ضعيفة، ما عندها سيارة، ما تنتج سيارة، ما تنتج كمبيوتر، ما تنتج أي شيء يعني مثل هذا القبيل. مثلا أنت تعرف الجزائر يعني كانت يعني ثروتها ثروة عظيمة جدا، يعني كان ممكن أن الكل كان يتوقع أن الجزائر ستنطلق يعني انطلاقة قوية بعد الاستقلال. نعم. لماذا لم يتحقق هذا الشيء حتى الآن؟ والله يا أخي خليني نقول لك نعطيها لك مثل الشائع الذي يقول فاقد الشيء لا يعطيه. يعني راس فارغ على مستوى مؤسسة شو راح يعطيك؟ يعطيك فراغ، يعطيك الريح. قضية التسيير يعني. قضية الحمد لله عندنا طاقات، بلادنا غنية بكل الثروات، بلادنا يعني ما شاء الله فيها صحراء وتل، فيها كل الخيرات، ولكن للأسف عندنا كما يقال يعني الجسم نتاع فيل وعندنا راس تاع نملة. هذا هو الواقع في الجزائر، هذه واقع والكل يعرفها والكل يقولها. طيب. تصور انت تدير لي رئيس حكومة ولا يفرق بين الشعر والقرآن، عجب والله عجب يا أخي. للأسف هذه النقائص من النقائص التي نعيشها الآن. طيب. في جزائر الاستقلال. طيب تفضل. نعم هذه النقائص التي نعيشها في جزائر الاستقلال. نعم. للأسف نقولها بكل مرارة. نحن نتمنى، أنا أتمنى. لماذا أنا موجود هنا؟ لماذا أنت موجود هنا؟ موجودين لأن الغبن والظلم والخيرات تاعنا نراها من بريطانيا. احنا نعرفوها وعايشين فيها، بلاد عندنا. انت تتكلم كانك تتكلم على دولة الابارتايد على الجنوب افريقيا. لا اخي يعني شويه لا انا موضوعي فينا. كاين هناك بناء، اسمح لي اخي. طيب. كاين هناك بناء. انا من المنطقة نتاعي وجدت مدينة جديدة في غياب تاع سنين معدودة، وجدت هناك مدن جديدة عملوا ما عملوا. واقع يعني مش هذا واقع. هناك يعني تطور ملموس في مناحي الحياة، ولكن في نفس الوقت هناك كوارث أخرى لابد أن نكشفها للعالم، ونحن ننقض للبناء لا للهدم. عندما نقول الجزائر ليس للعالم يعني مش لا للعالم الناس، عالم الناس يا أخي. نعم. عالم الناس، عالم الناس. أنا شفت أنفاق في الجبال، شفت نعم طرقات موجودة، شفت سدود زادت بحوالي أكثر من 100%.
الآن مؤخرا مثلا في لا وقائع، نعم 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 للمجاملة أو شيء من القبيل. أنا شو بعيني يعني، أنت تكلمت عن حي في ربما مدينة في منطقة كلسودي أين. نعم نعم. أنت من أي منطقة؟ طيب تفضل. طيب. بوسعادة. بوسعادة خير. أنا شفت، أنا أجوب ربوع الجزائر بعض الأحيان في العطلة، نشوف أنا كثير من الأحياء عمارات يعني أحياء كاملة يعني جاهزة الآن، طرقات، نشوف يعني هناك تغير ملموس على الأرض. أخي قلت لك تغير. لماذا ضربت مثل بالطرقات. خلينا درك شرح ملح. لا يعني اسمع، الطرقات هذه المال الذي صرف في الطرقات قادر يدير جزائر جديدة. أقول لك جزائر جديدة. نعم هناك موجود. هل معايير الطرقات اللي راك تتكلم عليها؟ نعم أنا مشيت من سطيف إلى الجزائر إلى الشرق إلى الغرب. هل معايير هذه الطرقات هي معايير الدولية المعروفة على أنهم المبالغ اللي خرجت المفروض تكون؟ أخي هذه الأمور للأسف هذه النقائص اللي نحن نتكلم عليها. أنا جزائري أريد أن الجزائر أن تكون جنة الله في أرضه. لما لا؟ عندها خيرات، عندها طاقات، عندنا ما شاء الله ناس في المستوى ولكنهم مهمشين للأسف. هذه هي الحقيقة. ثم هناك تيار تغريبي فرنسي إن صح التعبير يعني فرنسي بالثقافة اللي يحملها وبالاقتصاد اللي يعمله، لا يريد للجزائر أن تكون هذه الجزائر الزهرة البلدان الإسلامية العربية. هناك من يقول لك هذا خطابك الآن غير تعايش، لا يخدم الجزائر ولا يخدم التعايش في الجزائر. لأن إذا كان مسؤول أو شيء من هذا القبيل يعني عنده تكوينه فرنسي، هو جزائري حتى النخاع مثلي ربما مثلك وأكثر منا، لكن تكوينه باللغة الفرنسية ويقدم خدمات الجزائر لكن يتكلم بالفرنسية. لماذا يلام على أنه يتكلم؟ لا لما أقول هذا ابن نبي كان وما أدراك مالك بن نبي وما أدراك مالك بن نبي المفكر الجزائري المعروف اللي عنده البناء الحضاري كانت لغته فرنسية. لا نحن لسنا ضد لغة كلغة، نحن ضد الأفكار الهدامة، الأفكار التي حاربها الشعب الجزائري طيلة هذه 100 سنة اللي خرج بالاستعمار. كيف أنا خرج الاستعمار من الباب نلقاه جاني من الشباك، من طاقة، من نافذة. هذا هو المشكل تاعنا احنا. طيب للأسف هذه النقاط. نعم. أنا أود أن أنتقل بك إلى نقطة أخرى. تكلمنا الآن عن مسؤولية أو إيجابيات ونقائص من أداروا الحكم في الجزائر حتى الآن نوعا ما. هناك في قطاعين محددين، اللغة العربية وربما حتى الصناعة والاقتصاد. هناك مسؤولية أخرى تقع على الشعب. لماذا الشعب كان مثلا الفلاح الجزائري كان يغذي أوروبا كلها بالقمح كما تعرف، كانت الجزائر تمول أوروبا، مستودع القمح لأوروبا. اليوم نحن الآن نستورد نصف يعني ما يستهلك من القمح في الجزائر اليوم. لماذا الآن عندما كان الجزائر كان مستعبدا مظلوما مضطهدا كان ينتج، اليوم أصبح يعني يستهلك فقط؟ وهذا كما قلت لماذا الشعب ظل السلطان. إذا استقام السلطان استقام الشعب، وإذا عوج للأسف. تصور أنت أنا وأنت قطاع الفلاحي مثلا. نعم. تعرف الآن في الجزائر هناك تسهيلات تقدم للفلاح لا أظن أنها توجد في العالم. نعم. مبالغ مالية، هبات مالية للفلاح، الدعم الفلاحي، حتى أراضي يعني تستصلح، تمنح بعض الأحيان العقود ملكية للفلاح، تسهيلات تشتغل منتوج الفلاحي من الفلاح، كل شيء. رغم ذلك أنه الفلاح ما ينتج، ما كانش بالضبط، ما فيش وهنا استورد القمح ممن كنا نصدر لهم القمح. معذرة أخي، أولا وقبل كل شيء هذا هو الجرح. قلت لك نعم أنا أعرفهم شخصيا، تمشي أعطيهم الدعم الفلاحي اللي يسمى بالدعم الفلاحي باش يحفر أبار وباش يدير هذا، يعطوهم أشجار، خزان تاع ماء، يعطوهم أشجار، يعطوهم سيارات، ولكنهم لا يراقبون. ما فيش رقابة، وهنا تطلع المسؤول. هذاك يأخذ الفلوس، ممكن حتى يبيع هذه الآلات اللي يعطوها له. هذا هو الشعب للأسف، ويشتري بها سيارة ويمشي في الطريق ويدير حادث. هذا هي القصة.
أين الوطنية؟ أين حب الجزائر؟ أين الذوق؟ لأنه الآن عندما من أين تأتي الوطنية؟ من أين تأتي؟ كيف أنت كل شيء متوفر لك؟ هي من أين تأتي؟ ما فيش رقابة. هذه اسمح لي أنا أخي توفيق، أنا نعتبرها رشوة. هذه الأمور اللي يعطوها لهم رشوة باش يسكتوا على الفساد بتاعه فيعطيه. لماذا تؤخذ من هذا الجانب؟ تؤخذ بأن هناك إرادة لزيادة الإنتاج. هي إرادة بصح تبع الإرادة. شوف الإشكالية في الجزائر شو وقع. أنا مسؤول، طيب مد دراهم اولا وقبل كل شيء يعطيك اموال. اول شيء انه ما يعطيك الاموال الا برشوه، هذه اولا لازم تعرفها. مش لا هذه نعرف. انا نعطيك الملفات اللي عندي موجوده، انه يعطيك انت الدعم الفلاحي، مش يعطيك علشان ربما في حاله من الحالات، لكن ليست دائما. هناك انا نعرف بدون رشوه بدون اي شيء حصلوا على اعانات. طيب هذا الفلاحين يعملوا معلومات مؤكده. هذو يعملوا اكيد يعملوا في الفلاحين. خلاص احنا ما نتكلموا على هذا اللي يعمل، الله يوفقه. احنا نتكلموا على غالبيه الناس اللي انت طرحت لي قلت لي الشعب، وهذا هو حال الشعب. انا باش نتكلم على الشعب كله، لان انا جزء من الشعب. ليس لكن انتقاد الذاتي ايضا للواقع. لماذا الشعب الجزائري ضحى بالنفس والنفيس؟ نعم. في 7 سنوات قبل 32 سنه، واليوم في الاستقلال، عندنا استقلال مستقلين وكذا، ليس هناك حتى أنه يقوم بواجبه فقط. مثلا يا أخي والله علمه مهما يكون يا أخي حتى لو كان هناك مسؤول فاسد أو شيء من القبيل، أنا أفكر بأن الجزائر ولا بد أن نقدم للجزائر. لماذا؟ المفروض هذا هو المفروض، المواطن الصالح. نحن نبحث عن المواطن الصالح، لأن أنت تأتيه يقول لك فلان أنا أعرفه أتى بالأمس كان شحاتا وكان هزيلا، فإذا به أصبح سمينا، أصبح له بطن. هذا المشكل في الجزائر. أنا أقول لك جل من ينتقدون الآن الوضع في الجزائر من العوام هكذا. هم مساهمين في هذا الوضع. نعم أنا معك. الشعب له الآن السكنات التي تبنى في الجزائر عشرات الآلاف من السكن، مئات الآلاف من السكن، نتكلموا على مليوني سكن. نعم. في الأخير تجد من الناس، من البسطاء، من يملك سكن ويذهب ليأخذ سكن آخر. نعم. يتحايل يأخذ سكن. هذا المشكل هنا. هذا شوف أخي توفيق. طيب. تروح وترجع للمسؤول، ما فيش رقابة. تروح شوف كل المشاكل. أنا أكتفي بحقي فقط. لا أخذ حق الغير. معذرة. لو كان في صرامة أنت تعرف بأنني أنا أعطوني شيء، ثم أن هذا الشيء بعته والله تلاعبت به وراح محاسبوني، مش راح نزيد أنت تفعل ما فعلته أنا. طيب هذا الشيء الثاني دائما المواطن هذا ينظر إلى المسؤول تاعه ويفعلها ويأخذها ويديرها. هذا مبرر. للأسف هذا ليس مبرر، بس هذا الواقع. هذا ليس مبررا. فالشعب إذن له من المسؤولية ما له. أنا معك. الشعب أنا أتكلم لا أتكلم عن الشعب، مش كل الشعب، أتكلم على فئات من الشعب. فئات من الشعب لها قسط من المسؤولية، والمسؤولية الكبرى تقع على رأس المسؤولين. لأننا جزائريين ونعرف بعضنا، والواقع هذا هو. يروح يعطوه طريق باش يخدم طريق، باش يخدمها ب100 يخدمها ب50، وهكذا يخدمها باش تبقى 20 سنة، تلقاها عام عامين تتحفر وتولي تشكو إلى ربها. هذه هي الواقع في الجزائر يا أخي. فنحن ماذا نريد؟ نحن هذا جلد الذات، ليس من أجل فقط أننا كما يقال نشكو هكذا ونبكو، لا، نشكو باش نحسوا هذه الأمة، نحسوا هذا الشعب، نحسوا هذه المسؤولين، نقول خافوا ربي سبحانه وتعالى في الجزائر اللي مات عليها 1.5 مليون شهيد. الدماء هذه الحرية راها سقطها دماء زكية، ولكن أين هي؟ الثمرة أين هي؟ اليوم نحن أو في الجزائر يحتفلون بعيد ماذا؟ عيد الثورة، وهناك من يحتفل بعيد الثروة. للأسف هذا هو الواقع. فنحن نقول علينا يا أخي، على الشعب وعلى المسؤول. احنا ما نريد دورات ربيع ولا خريف ولا صيف، نريد فقط أن أحترم نفسي، نريد فقط أن تحترمني وأحترمك، تكون مثلي وأكون مثلك، أن نقوم بهذه الجزائر اللي راهي أمانة في أعناقنا تركها لنا الشهداء. كيف تستثمر ثورة أول نوفمبر العظيمة
في إعادة كل من خرج عن الصواب إلى الصواب، إلى الوطنية الحقيقية، إلى بناء الوطن، إلى الدفاع عن حياة الوطن، إلى المساهمة في تشييد الوطن باختصار. والله يا أخي العملية بسيطة جدا. نحن على أبواب رئاسيات، نحن على أبواب عمليات انتخابية. فهي حبذا لو أن المسؤولين، خليك يا سيدي، ليش دائما احنا المسؤولين العرب نقولوها بصراحة ولا المسلمين يخرجون من الحلبة بلكمة قاضية؟ يا أخي اخرج والناس تصفق لك. يا بوتفليقة نوجه لك النداء، اخرج وأنت أب محترم وأخ محترم ورئيس محترم، وتكتب لك في التاريخ. لماذا تركز على هذا الموضوع؟ يعني لا لأن الجزائر، لأن الجزائر في شخص الرئيس بوتفليقة وأتباعه والمسؤولين في الجزائر، في شخص نعم. الجزائريين كلهم. نعم. فيك أنت، في أنا. لا، هذه فرصة ذهبية، فرصة تاريخية. البناء مسؤولية الجميع. نعم، البناء مسؤولية، وهذه فرصة تاريخية ما نخلوهاش تضيع. ما يضحكوش علينا الآخرين، ما نديروش كما داروا الآخرين. يكفي أننا مررنا بسنوات الجمر إن صح التعبير، سنوات القتل وسنوات التهميش وسنوات الحقرة. خلينا يا أخي نستعدوا باش نبنوا الجزائر من جديد يدا في يد. نتمنى الخير للجزائر ولكل الشعب الجزائري، وإن شاء الله على خطى ثورة أول نوفمبر إن شاء الله، وحتى تبنى الجزائر بحجم ثورتها العظيمة أيضا. أشكر ضيفي في الاستوديو السيد نصر الدين الحامدي، العضو في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ممثلا للجمعية في بريطانيا. أشكركم أيضا مشاهدينا الأفاضل على المتابعة، وفي أمان الله. السلام عليكم.